اليومين اللي فاتوا سمعنا كتير عن مصطلحات زي تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، وإن نسبة التخصيب وصلت لكذا في المية. طيب لحظة كده، يعني إيه أصلا يورانيوم ويعني إيه مخصب؟ وإزاي مادة طالعة من جوه الأرض ممكن في لحظة تشيل مدينة من الوجود؟ وهو إيه اللي بيحصل لو وصلنا ل 90% من التخصيب؟ وإزاي جهاز الطرد المركزي ده بيشتغل؟ واللي هقوله لك النهارده مش درس في كيمياء ولا محاضرة في فيزياء، إحنا هنتكلم بالعقل ونفهم سوا إزاي حاجة زي قنبلة نووية اتولدت وبقت مرعبة بالشكل ده. تعال الأول نعرف قصة أول قنبلة نووية بدأت إزاي. بص يا سيدي، في سنة 1938 البداية كانت في ألمانيا، والعلم وقتها كان بيعيش واحدة من أخطر لحظاته لما 2 علماء ألمان كان أولهم العالم أوتو هان والعالمة الثانية إليس ماتنر كانوا بيشتغلوا على ذرة اليورانيوم، وفي تجربة عادية سلطوا عليها نيترون، لكن اللي حصل ما كانش عادي إطلاقا. ذرة اليورانيوم انشطرت نصين وانطلق منها طاقة مهولة، وكان لأول مرة في التاريخ يحصل فيها انشطار نووي حقيقي. وهنا الموضوع بدأ ينتشر والفكرة وصلت لباقي علماء العالم، وساعتها بدأ الخوف، ومش خوف من العلم نفسه لكن الخوف من اللي ممكن يعمله هتلر بالاكتشاف ده، لأن في الوقت ده العالم كله كان مقسوم لنصين، دول المحور ودول الحلفاء. ودول المحور كان فيها ألمانيا النازية بقيادة هتلر، وإيطاليا بقيادة موسوليني، واليابان اللي كانت بتغزو آسيا. ودول الحلفاء كان فيها بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والصين وأمريكا اللي دخلت الحرب بعدين. نيجي بقى لهتلر. هتلر كان بيكتسح أوروبا، والكلام عن إنه بيطور قنبلة نووية كان عامل رعب للعلماء، وواحد من أول الناس اللي خافوا كان ألبرت أينشتاين نفسه. وأينشتاين ما كانش هو اللي اكتشف الانشطار، لكنه كان فاهم قوته وفاهم إن لو ألمانيا وصلت له قبله واستخدمته العالم ممكن يحصل فيه إيه. فقرر إنه يبعت رسالة للرئيس الأمريكي روزفلت، وقال له بالنص ألمانيا بتشتغل على قنبلة نووية والكلام ده لازم يتلحق. والرسالة دي كانت الشرارة اللي أطلقت مشروع سري جدا اسمه مشروع مانهاتن علشان توصل للقنبلة قبل هتلر وقبل ما تخسر كل حاجة. وفي يوليو 1945 نجحوا في أول تجربة نووية في صحراء نيو مكسيكو، وبعدها بأسابيع وفي يوم 6 أغسطس 1945 أمريكا استخدمت أول قنبلة نووية في التاريخ وضربت بيها مدينة هيروشيما في اليابان، وبعدها ب3 أيام بس رمت التانية على ناجازاكي، والنتيجة كانت أكتر من 200 ألف إنسان ماتوا ومدن كاملة اتمسحت من الوجود. والعلم اللي كان ممكن ينقذ العالم بقى سلاح يقدر ينهيه في لحظة. ولو حابب نتكلم عن الموضوع ده في حلقة مخصوص قول لي في التعليقات. ما علينا، نرجع لموضوعنا. هو إيه تخصيب اليورانيوم ده؟ وإيه نسبة التخصيب؟ وإيه هي أجهزة الطرد المركزي دي؟ في الأول كده خليني أقول لك إن اليورانيوم هو في حالته الطبيعية ملوش أي 30 لازمة، يعني لا بينفع في سلاح ولا بيقدر يشغل لك مفاعل نووي ولا حتى يسخن لك كوباية شاي زي الفحم مثلا. بالظبط كده زيه زي النفط الخام موجود في بطن الأرض، بس مش هتستفيد منه غير لما تعالجه. وهنا بقى بيجي دور أهم خطوة في الموضوع كله، التخصيب. ودي مش خطوة واحدة، دي عملية معقدة بتتم على مراحل علشان نقدر نفلتر اليورانيوم. بس قبل ما نشرح ازاي بنخصبه لازم نعرف هو في كام نوع من اليورانيوم، وانهي واحد فيهم هو اللي العالم كله خايف منه. واللي يمكن ما تعرفوش ان اليورانيوم مش نوع واحد، لا هو عبارة عن خليط من اكتر من نوع، بس في نوع اساسيين واحد فيهم خامل والتاني نشط. والخامل اسمه يورانيوم 238، وده بيمثل حوالي 99.3% من اي كمية يورانيوم موجودة في الطبيعة. والمشكلة انه ما بيعملش حاجة، لا بينفجر ولا بيولد طاقة كافية. اما النشط فده اسمه يورانيوم 235، وده اللي بنقول عليه الوقود الحقيقي لأي قنبلة أو مفاعل نووي، بس النسبة بتاعته قليلة جدا، يعني في كل 1000 ذرة يورانيوم هتلاقي 7 ذرات بس من النوع ده. وهنا بقى بيجي دور التخصيب. الفكرة إن إحنا مش بنصنع حاجة، إحنا بس بنفصل أو بنفلتر اليورانيوم الطبيعي ونزود نسبة ال 235 لحد ما توصل للمستوى المطلوب. ولو وصلت ل 5% ممكن تستخدمه كمفاعل نووي لإنتاج الطاقة السلمية، لكن لو وصلت ل 60% فيما فوق يبقى معاك المادة الخام للقنبلة النووية. بس علشان كل ده يحصل لازم نفصل منه الشوائب ونوصل للنسبة اللي تخليه ينفجر. بس التخصيب مش بيبدأ فجأة كده، لا ده عملية طويلة وبتبدأ من بطن الأرض، وبيتم فيها استخراج اليورانيوم في شكل صخور، والصخور دي بتبقى مليانة شوائب ملهاش أي قيمة. وفي أول مرحلة بيطحنوا الصخور دي ويفصلوا منها كل العناصر غير اليورانيوم لحد ما يبقى معانا مسحوق لونه أصفر، وده اللي بيسموه الكعكة الصفراء أو اليلو كيك. ودي تعتبر أول صورة شبه نقية من اليورانيوم، لكن برضه لسه ما ينفعش نخصبه، وعلشان نقدر نتحكم فيه لازم نحوله للحالة التانية من مسحوق لغاز، وبعدها بيدخل المعامل الكيميائية وبيتحول من الكعكة الصفراء إلى غاز اسمه سادس فلوريد اليورانيوم. والغاز ده هو الشكل الوحيد اللي نقدر نخصبه، لأنه بيسمح لأجهزة الطرد المركزي إنها تفصل بين النوع الخامل والنوع النشط، والكلام ده بناء على الوزن والسرعة. وده ياخدنا للنقطة التانية، هي إيه أصلا أجهزة الطرد المركزي؟ في الأول كده خليني أقول لك إن اليوم 238 أتقل نسبيا من اليوم 235، وركز معايا في المعلومة دي كويس علشان هنحتاجها دلوقتي. تخيل معايا كده يا صديقي أنبوبة طويلة بتلف بسرعة خرافية وجواها غاز سادس فلوريد اليورانيوم بيدور بسرعة عالية جدا 90,000 لفة في الدقيقة. وعلشان تتخيل الرقم احنا بنتكلم على معدل لفة أسرع من محرك الطيارة، وبسبب سرعتها بتظهر حاجة اسمها القوة الطاردة المركزية، واللي ببساطة بتخلي
الذرات التقيله تتشد ناحيه بره والخفيفه تفضل ناحيه جوه. وطبعا زي ما قلنا من شويه ان اليوم 238 اتقل نسبيا من اليوم 235، فالقوه الطارده المركزيه بتخليه يروح على جدار الانبوبه، اما اليورانيوم الخفيف النشط بيقوم في منتصف الانبوبه، وساعتها نبدا نسحبه ونمرره لجهاز تاني وبعدين لتالت وبعدين للرابع، سلسله كده متوصله اسمها شلالات التخصيب. بس خد بالك ان الجهاز الواحد بيطلع كميه صغيره جدا من اليورانيوم المخصب، فلازم تركب الاف الاجهزه دي جنب بعض وكلهم يشتغلوا ليل ونهار علشان توصل لنسبه محترمه. يعني علشان تطلع كيلو واحد بس من اليورانيوم المخصب بنسبه 90% ممكن تحتاج من 2000 ل 5000 جهاز شغالين مع بعض. ده غير ان الجهاز الواحد ده محتاج خامات خاصه، فلازم يكون خفيف علشان يلف بسرعه وقوي علشان ما يتفجرش من الضغط، وعلشان كده بيصنعوه من حاجات زي الياف الكربون او سبائك التيتانيوم. وكمان لازم يكون عليه تبريد مستمر، لان مع السرعه المهوله دي الاحتكاك بيولد حراره كافيه انها تبوظ الدنيا كلها. دلوقتي بقى لو حد بيفكر في قنبله نوويه فهو محتاج مش بس كيلو، لا ده محتاج من 25 ل 50 كيلو يورانيوم مخصب بنسبه 90%. يعني احنا بنتكلم على سنين من الشغل المتواصل والاف الاجهزه وبنيه تحتيه ضخمه جدا. طيب دلوقتي احنا قدرنا نفلتر اليورانيوم وفصلنا الذرات النشيطه عن الخامله وبدانا نزود نسبه اليوم 235، وعايز اقول لك ان النسبه هنا هي اللي بتحدد مصير كل حاجه. ولو وصلت النسبه ل 5% يبقى اليورانيوم ده مخصب جزئيا وبيتم استخدامه لتوليد الطاقه في مفاعلات نوويه مدنيه، فبيشغل محطات كهرباء او غواصات نوويه او حتى بيتم استخدامه في الابحاث العلميه. لكن لو وصلت النسبه ل 90% او اكتر هنا بقى اسمه يورانيوم عالي التخصيب، وده النوع اللي بيتم استخدامه في تصنيع القنبله النوويه. والنسبه الصغيره تشغل لك مفاعل لكن النسبه الكبيره تدمر مدينه. وعلشان كده لما اي دوله تقول احنا وصلنا ل 60 او 70%، العالم كله بيسال نفس السؤال، طب انتوا ناويين توصلوا ل 90% ليه؟ لان بعد ال 90% يا صديقي مفيش حاجه اسمها طاقه نوويه سلميه، ومن اللحظه دي كل جرام يورانيوم ممكن يتحول لقنبله. دلوقتي بقى معانا يورانيوم مخصب بنسبه 90%، يعني جاهز نظريا لاي استخدام عسكري. بس عايز اقول لك على حاجه، ما ينفعش تاخد شويه يورانيوم وتحطهم في علبه وتقول عندك قنبله. في خطوه اخيره وهي الاخطر، الوصول للكتله الحرجه. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، يعني لازم توصل لكميه معينه من اليورانيوم المخصب اللي هو اليوم 235، والكميه دي لازم تكون متجمعه بشكل دقيق وفي لحظه معينه، علشان اول ما الذره تنشطر النيوترون اللي يطلع منها يروح يخبط في ذره تانية ويفجرها، ودي تفجر اللي بعدها واللي بعدها في سلسله مجنونه. والكلام ده بيحصل في اجزاء من الثانيه، ودي اللي بنسميها سلسله انشتاريه. وهي دي اللحظه اللي الطاقه اللي جوه الذره بتتحرر بالكامل وتتحول لقوه قادره تبلع مدينه بحالها. لكن علشان التفاعل ده يحصل مش اي كميه تنفع، فلو عملنا الكلام ده بكميه صغيره النيوترونات تطير في الهواء وما تلاقيش ذرات تكمل عليها والتفاعل يموت. انما لو الكتله كبيره كفايه ومتجمعه صح يبقى وصلت للكتله الحرجه اللي هي الكريتيكال ماس. يعني باختصار اول ما توصل للنقطه دي الانفجار النووي هيبقى حتمي ومحدش هيعرف يوقفه. وطبعا مش هنسيب اليورانيوم متجمع كده لوحده، لازم توصله للكتله الحرجه في لحظه واحده. الطريقه الاولى وهي نظام المدفعيه، ودي اللي استخدمتها امريكا في قنبله هيروشيما، وهي عباره عن انهم بياخدوا نصين من اليورانيوم كل واحد فيهم اقل من الكتله الحرجه ويطلقوا واحد بسرعه ناحيه الثاني زي طلقه بتخبط كده في الجدار، ولما يتجمعوا فجاه يحصل التفاعل وتولع الدنيا. والطريقه الثانيه هو نظام الانفجار الداخلي، ودي اتعملت في قنبله ناجازاكي، وهنا بياخدوا كتله واحده بس من البلاتينيوم ويحطوها بمتفجرات مترتبه حواليها بدقه، ولما تنفجر كلها مع بعضها يضغطوا البلاتينيوم جوه نفسه لحد ما الكثافه تعلى ويوصل للكتله الحرجه، وساعتها الانفجار يحصل. وفي الحالتين اللي بيحصل بعد كده مرعب، بيتكون كره ناريه درجه حرارتها توصل لملايين الدرجات، وموجه ضغط ممكن تساوي مدينه كامله بالارض، واشعاع بيفضل قاتل لعشرات السنين، وفي ثانيه واحده العلم بيتحول لسلاح والذره الصغيره بتتحول لجحيم. وفي الاخر اليورانيوم ده مش شيطان ولا الطرد المركزي وحش خرافي، كل اللي قلناه هو مجرد علم وطاقه. بس المشكله عمرها ما كانت في الذره، المشكله دايما كانت في اللي بيضغط على الزر. نفس الماده اللي ممكن تشغل مدينه هي نفس الماده اللي ممكن تمحيها من الوجود. وفي الاخر عايز اقول اللهم احفظ فلسطين واحفظ الامه العربيه من الفتن والحروب، واجمع شملنا على كلمه واحده، كلمه الحق والعدل والحريه.